السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله. مساء الخير، مساء النور، مساء الفل أحبائي. نتمنى فيديو اليوم يلقاكم في أحسن الظروف والأحوال إن شاء الله تعالى. بداية أسبوع موفقة كنتمنى لكم جميعا، وكنرحب بالناس اللي التحقوا بالقناة كسوا كون بوتي أو كوني جميلة، وكنقول لكم ألف مرحبا. وطبعا ما يمكنش نرحبوا بالناس الجدد ونساو الناس القدام اللي باقين معنا دائما مشجعينا. التعاليق ديالهم بالدعم ديالهم، بلي لايك بلي بارطاج، كنقول لهم الف 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 شكر لكم على دعمكم وعلى تفاعلكم مع المحتوى. ونبداو على بركه الله مع فيديو اليوم. فيديو اليوم عجبني بزاف لانني جبت لكم واحد المنتوج جديد وزوين. ما عرفتش واش زبين، ولكن عجبني من ناحيه ديال الثمن ومن ناحيه المكونات اللي فيه. الا كانوا فعلا هذوك المكونات بواحد الجوده اللي هي عاليه، فكونوا على يقين بانه غادي يعطيكم نتيجه زوينه. سورتو اننا كنقلبوا دائما على منتوج خاص بمنطقه محيط العين، يكون اقتصادي. احنا كنعرفوا كما طرقنا سابقا المنتوجات اللي كتصلح لهذه المنطقه ديال محيط العين، فكنلقاو دائما ان المنتوجات ابتداء من 200 درهم الا بغينا شي حاجه اللي هي افيكاس وكتعطي واحد النتيجه، فضروري ابتداء من 200 درهم وشوف. فاليوم جبت منتوج اقتصادي ديال ولاد الشعب، الناس اللي يعني كيكون البودجي ديالهم قليل، بالنسبه لربات البيوت، بالنسبه للطلبه. بطبيعه الحال المنتوجات ديال محيط العين فهي ماشي مقتصره ولا حصريه بالنسبه للنساء، فكنعرفوا حنا هذا المشكل ديال الهالات السوداء، ديال انتفاخ العين وديال التجاعيد، فكيكون كيعانيوا منه حتى الرجال. فبطبيعه الحال المنتوج ديالنا ديال اليوم كباقي المنتوجات المعالجه لمشاكل محيط العين فهي صالحه كذلك للجنس الاخر للرجال والشباب، فما كاين حتى شي اشكال حتى هما انهم يستافدوا من هذا المنتوج ديال اليوم. فنبداو نتعرفوا على المنتوج ديالنا ونشوفوا المميزات ديال هذا المنتوج، الثمن ديالو، وكيفاش نقدروا واش صالح المشاكل بثلاثه اللي كيكونوا عندنا في المحيط ديال العين غالبا، ولا يعني غير شي مشاكل محدده ماشي صالح زعما. يعني كتعرفوا ان المنتوجات الاخرى كتكون صالحه لانتفاخ العين، للهالات وللهالات السوداء، الانتفاخ وللتجاعيد وللهالات السوداء. فنبداو على بركه الله. منتوجنا اليوم هو من مختبرات او من شركه بروفيتال او من تشكيله بروفيتال. ديجا تعرفنا على هاد التشكيله او على هاد لاغام ديال بروفيتال، فتعرفنا عليها في لو سيروم ديال فيتامين سي وفي لاكريم ديال فيتامين سي، وكنت شكرت لكم لو سيروم، قلت لكم راه انا شخصيا استعملته وفريمون راه كيعطي نتيجه زوينه. غير هو ملي كنحبسوه كما قلت لكم سابقا في الفيديو المخصص للسيروم ديال فيتامين سي، ف حتى المفعول ما كيبقاش باين، بحكم ان فيتامين سي كيعطينا واحد النتيجه اللي هي فوريه كنشوفوها سور بلاص. اون فوا كنحبسوا الاستعمال ديال فيتامين سي فما كتبقاش تبان لنا ديك الاشراقه وداك ليكلا اللي كيعطيه لنا الفيتامين سي على العموم. فقلنا بروفيتال معروفه بالمنتوجات ديالها اللي كتجي بواحد الثمن اللي هو اقتصادي جدا، وكتحاول هاد لاغام انها تجيب لينا منتوجات اللي هي مطلوبه في السوق، بحال كما قلنا لا فيتامين سي فهي فيها لاكريم وفيها لو سيروم. ودابا حاليا خرجوا لنا بروفيتال سيروم اونتي سارن، يعني هذا هو الاسم التجاري ديال هذا المنتوج، سيروم اونتي سارن. فملي كنقراو سيروم اونتي سارن فكنقولوا بان هذا المنتوج فهو صالح للهالات السوداء. يعني هذه اول ملاحظه كنلاحظوها على هذا المنتوج، يعني اونتي سارن ضد الهالات السوداء او يعالج الهالات السوداء، بعكس المنتوجات الاخرى اللي كاينه في السوق فكنلقاوها اونتي سارن، اونتي بوش، اونتي غيد. فتحت من سيروم اونتي سارن فكنلقاو مكتوب 2,5% اسيد هيالورونيك. اذا غير انه صالح للسارن فاكيد انه صالح للتجاعيد، لاننا كنلقاو لتحت كوريج للسارن، ريبولب لي ريد،
يعني دوك التجاعيد اللي كيكونوا عندنا في المحيط ديال العين، الا لاحظتوا راهم كاتبين ماشي إليمين ولا إفاس لي غيد، يعني كيزول لينا التجاعيد. فهذا كيأكد الكلام ديالي اللي كنقول لكم دائما، ملي كنديروا واحد لو برودوي فيه لاسيد هيالورونيك فراه ما كيحيدش لينا التجاعيد، ولكن غير كيعمر لينا هذوك الخطوط اللي كيكونوا، فكيتنفخوا لينا غوبولب. هي هذيك كينفخ لينا غوبولب، كتعني كينفخ لينا كيعمر لينا هذيك التجاعيد، وكينفخ لينا ديك البلاصه ديال الجلد في البشره كتبان منفوخه، وماشي بداك المعنى ديال الانتفاخ، ولكن بحال كتعمر. ملي كتعمر ما كيبقاش دوك الخطوط باينين، فهاد الشيء اللي كيوقع. اذا هاد السيروم كذلك فهو انتي غيد، انتي سيرن، انتي غيد، فصالح لينا للهالات السوداء وصالح لينا للتجاعيد. المشكل اللي ما كيعالجوش هاد لو سيروم هما لي بوش او الانتفاخ اللي كيكون في محيط العين او اسفل العين. يعني الناس اللي كيعالجوا او كيعانيوا من المشكل ديال الانتفاخ اسفل العين فما كنصحهمش انهم ياخذوا هاد لو سيروم، باسكو ما غادي يفيدهم حتى شي حاجه. باغ كونطخ الا كان عندهم لي سيرن اللي هما الهالات السوداء، ولا كانوا عندهم لي غيد اللي هما تجاعيد في محيط العين او اسفل العين، فكنصحهم بهاد السيروم. بالنسبه للماده اللي كتحل لنا المشكل ديال لي سيرن او الهالات السوداء في هذا المنتوج، فهي ماده الكافيين. وانتم عارفين بانني عطيتكم وصفات فيهم بقايا البن لهاد المنطقه من الوجه، المحيط العين او الاسفل العين. كنقول لكم دائما خلطوا بقايا البن مع زبادي طبيعي وديروها اسفل العين، راه هائله للهالات السوداء. ملي كنجيب هاد الهضره فكنشوف المكونات ديال المنتوجات، ملي كنلقى شي ماده هكا طبيعيه فكنحاولوا اننا نستغلوها يعني طبيعيا، احسن من ان نشريو او برودوي، سورتو بالنسبه للناس اللي كنقول كيكون عندهم الامكانيات محدوده وما يقدروش يشريو دي برودوي. راه كاينين الناس اللي ما غاديش تقدر تشري حتى هاد لو سيروم اونتي سيغ، ما غاديش تقدر تشريه. خصنا نكونوا متفقين على هذه المساله. فلهذا دائما كنحاول انني نجيب لكم الحوايج اللي هي غتقام عليكم بواحد الثمن رخيص وغادي تجيب مفعول. يعني راه احسن اننا ناخذ بقايا البن ونديروها تحت العينين ديالنا مع زبادي طبيعي، فسيغمون هذيك البلاصه راه غادي تبيض لينا مع الوقت، وغادي يعني تعالج لنا من هذاك المشكل. فقلنا عندنا لاسيد هيالورونيك بنسبه 2.5%، عندنا الكافيين، وهادو جوج مواد اللي كيعالجوا لينا او كيحلوا لينا جوج المشاكل اللي هما التجاعيد حول العين والهالات السوداء. يعني هذا ديجا راه انجاز كبير كيقدموا لنا هذا المنتوج. العبوه فهي كما كتشوفوها فلاكون بالبيبات، الحجم ديالها هو 10 ديال الامل، وبالنسبه للثمن ديالها فهو من 75 حتى 80 درهم. يعني تقدروا تلقاوه ب 75 درهم وتقدروا تلقاوه ب 80 درهم، يعني على حسب الفورنيسور، على حسب البارا. ما عرفتش فين وصلنا. فقلت بالنسبه لو بري كنا كنهضروا على لو بري، بالنسبه للثمن فهو من 75 80 درهم، يعني على حساب البارا ولا لا فارماسي الفورنيسور ديالها واش كيعطيها شي غوميز ولا ما كيعطيهاش. المهم 75 80 درهم تقدوا الا خديتو من لا فارماسي جو كرو غادي تقدوا تاخذوه اكثر. مي في البارا راه ما بين 75 و 80، وفي الغالب 80 درهم. فوالا هادشي اللي كاين بالنسبه للثمن. غنجيو للطريقه ديال الاستعمال. الطريقه ديال الاستعمال هاد لو سيروم ما ننصحكمش انكم ديروه في النهار. علاش؟ لان في المكونات شفت بان كاين الجليسيرين. الوغ الجليسيرين نتوما كتعرفوا ماشي من الاحسن، ولكن ما يصلحش بالمره انكم ديروه في النهار. فمن الاحسن انكم ديروا لو سيروم ديالكم في الليل ملي تبغيو تنعسوا. بطبيعه الحال كنكونوا غسلنا الوجه ديالنا ودرنا شنو درنا الكريم ولا هذا، ولا كنصدقوا لو كونتور دو زيو ديالنا هو الاول، عاد كنقيسوا الوجه ديالنا. احسن ما نديروا لا كريم ديالنا ولا داكشي اللي غادي نديروه للوجه وندوزو للعينين ديالنا كتكون اليد ديالنا باقي فيها داك لو برودوي، اللهم الا غسلنا اليد وعاد درنا لو سيروم ديالنا. الطريقه بطبيعه الحال كما كنقول لكم دائما خليو ديك البلاصه او الوجه ديالكم شويه مبلل. من الاحسن الا كان مبلل هكا بماء الورد، فغير يبدا
داك الماء ورد تشربوا البشره، نحسوا الوجه باقي مندي، غير شويه باقي مندي، يعني باقي فيه شويه ديال الماء الورد ولا ديك لا لوسيون باش كتمسحوا، ونابليكيو لا كريم ديالنا ايدغاطونت. وفي المحيط العين كنديروا لو سيروم ديالنا، وديك البلاصه باقا فاسده شي شويه. فهاد لاستوس اللي عطيتكم كتخلي عمليه الترطيب تكون انجح واجود واحسن، وكتعطي مفعول، يعني النتائج كتبان لكم من الغد لي في الصباح. ملي كتفيقوا كتلقاو دوك التجاعيد عمرو ما بقاوش باينين عندكم في الوجه ديالكم، وكانهم عمرهم ما كانوا. فهاد المساله كتخلي العمليه ديال الترطيب تدوم لفتره طويله، والجلد كيستافد من هذاك لو برودوي اللي درتوه، كو سوا في محيط العين ولا في الوجه ديالكم ككل. فكان هذا كل ما يخص بروفيتال سيروم انتي سيرن اللي جرباتو فيكم. تخلي لنا في التعاليق واش ناخذوه ولا ما ناخذوش. بون انا ما جربتوش، ما نقدرش نزكي لكم واحد المنتوج اللي انا ما مجرباش. انا ديجا يلاه بعتو الناس، كنتسنى الغوتور ديالهم يقولوا لي واش مزيان ما مزيانش. شوف ملي غادي يعاودوا يجيو عندي وياخذوا لو برودوي فغنعرف بان لو برودوي راه مزيان. ديك الساعه نجي لكم واحد نحط لكم ستوري ونقول لكم هذا البرودوي راه واعر. سينو البنات اللي غادي يجربوا هذا البرودوي خلينا في التعليق باش هكا نستافدوا جميع. فكنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يروقكم وينال الاعجاب ديالكم وتفرحوا انني جبت لكم واحد البرودوي اللي هو رخيص، وما غاديش نقول زوين لانني ما عرفتش، ولكن فرانشمون لي برودوي ديال بروفيتال كاينين بزاف ديال لي برودوي عندهم انا كنثق فيهم، ولكن خصنا نجربوا باش نحكموا. ما نظلموش المنتوج وما نظلموش حتى الناس اللي كيثيقوا فينا. انا كنعرف بانكم كتثقوا في القناه بزاف، وهي واحد المرجع ديال المصداقيه اللي اشاك فوا يعني ملي كتحيروا ما كتعرفوش شنو غادي تاخذوا فكترجعوا ليها باش يعني تستافدوا وتقرروا اشنو غتاخذوا. كنتمنى انني نكون دائما عند حسن الظن ديالكم، كيف ما عودتكم دائما كنقول لكم امسيه طيبه، ونتلاقاو غدا ان شاء الله على قناتكم كوني جميله مع وصفه جديده وجميله جدا. طبتم وطابت اوقاتكم في امان الله.